زياد بيكتشف ان هو بيكلم مريم بس في زمن غير الزمن. مريم بيكلمه في 2018 وهو بيكلمه في 2024. نبدأ. عندي كلام كتير. نزل من يومين مسلسل جديد اسمه ما تراه ليس كما يبدو. المسلسل هيبقى أحداث منفصلة وقصص منفصلة. قصة 5 حلقات 30 حلقة، فهي يعني ممكن نقول مثلا حوالي 15 قصة أو 10 قصص. القصة الأولانية اختصار بتتكلم عن زياد هو مصور جنائي وبيحب مريم الرسامة، وبعد ما بيروح البيت يوم رأس السنة سنة 2022 اكتشف إن مريم خرجت بره البيت، عربية خبطتها وماتت. وبعدين بتنط بينا الاحداث لغايه 2024 وبنشوف ان عنده مشكله في التواصل وان هو بيتعالج ديا وان هو ساب شغله وساب كل حاجه عشان خاطر اللي حصل لحبيبه قلبه. وبيحصل موقف غريب جدا ان زياد بيتعرف على بنته اثناء ما هو قاعد معاها، بتقول له اتمنى حاجه للسنه الجديده، فبيقول انا بتمنى ان اشوف مريم تاني. وفجاه بيحصل تويست غريب جدا. بيروح البيت بيفتح الانترنت بتاعه، بيفتح فيسبوك بتاعه لان هو كان قافله، بيلاقي ان مريم حبيبته اونلاين. وبيفتح الاكونت بتاعها بيلاقي ان الاكونت ما اتفتح، وبيسال اصحابها هل حد معاه الباسورد بتاع الاكونت بتاعها. برضو ما حدش من اصحابها يعرف اي حاجه عن الاكونت ده. مش بس كده، نهايه الحلقه الثانيه يا جماعه بقى تشيب العقل. زياد بيكتشف ان هو بيكلم مريم بس في زمن غير الزمن. مريم بيكلمه في 2018 وهو بيكلمه في 2024 من خلال الانترنت. فيا ترى هو عنده هلاوس؟ يا ترى في حد بيلعب بيه؟ ولا يا ترى ايه الحكايه؟ ده اللي هنعرفه الفتره الجايه. مسلسل قوي جدا، انصحكم انكم تتابعوه. ما تنسوش تتابعوني عشان تعرفوا كل جديد. سلام.